السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة أكاديمية عواد. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في موضوع الأزمات تصنع الثروات. أول مثال معانا للتوضيح هو أزمة الكورونا. أزمة الكورونا كانت في عام 2020 في شهر مارس. طبعا كلنا عارفين وقت الأزمة كنا قاعدين في البيوت، ما كناش بنختلط بحد، كنا خايفين نسلم على الناس، كنا قاعدين في البيوت بنشتغل من البيوت، ما كناش بنروح أماكن عملنا، وكنا بنتعامل عن طريق الخدمات الإلكترونية في محادثاتنا وفي معاملاتنا النقدية. تعالوا نشوف ايه علاقة الأزمة دي بالفلوس وبعمل ومضاعفة الأصول. سهم زي سهم فوري في البورصة المصرية كان وقت الأزمة ب2 جنيه، بعد الأزمة بفترة قصيرة ارتفع إلى 14 جنيه، تضاعف 7 أضعاف. سهم زي زوم، طبعا كلنا عارفين برنامج زوم، كنا بنتعامل بيه لما كنا قاعدين في البيوت، كنا بنشتغل من خلاله وكنا بنلتقي من خلاله بزملائنا في العمل. سهم زوم كان ب$66 وقت الأزمة، ارتفع بعد فترة قصيرة في وقت الأزمة إلى $660، ارتفع 10 مرات. تعالوا نضرب مثال آخر زي الحرب الروسية الأوكرانية. طبعا كلنا عارفين إن روسيا من أكثر الدول المصدرة للوقود وللغاز الطبيعي. طيب إيه علاقة الحرب الروسية الأوكرانية بالموضوع اللي إحنا بنتكلم فيه؟ هقول لحضراتكم في البورصة المصرية معظم أسهم البتروكيماويات، زي مثلا سهم أموك كان بيتداول عند 4 جنيه، تضاعف حاليا بقى ب8 جنيه. سهم زي سهم أبو قير في قطاع البتروكيماويات كان ب24 جنيه، هو حوالي بيتداول عند 48 جنيه. سهم زي سهم سيدي كرير في قطاع أيضا البتروكيماويات كان ب8 جنيه، هو حاليا ب24 جنيه. ده كان مثال توضيحي آخر. أتمنى تكون الرسالة وصلت لحضراتكم، وأتمنى لكل مستثمر إن هو يحط فلوسه في المكان المناسب في التوقيت المناسب. أتمنى إن الفيديو يكون عجب حضراتكم، وأتمنى الاشتراك في قناة أكاديمية عواد والانضمام إلى جروب الفيسبوك جروب البورصة في أكاديمية عواد. هسيب لحضراتكم اللينك في أول تعليق في الفيديو. شكرا جدا لحضراتكم، واهلا وسهلا بكم في قناة أكاديمية عواد مرة تانية. شكرا جدا لكم.